السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه وبالسلامه وان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد البراونيز اللي الصراحه كيجي لذيذ بزاف، كيبان هكا غير من الشوفه ديالو واش بنين واش لذيذ. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تبعوه من الاول حتى الاخر. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا، الله يجازيكم بخير. اللي مازال مشترك عندي في القناه يشترك فضلا وليس امرا. هنا عندي تقريبا واحد الربعه ديال الزبده اللي غادي ندوبها، وعندي نص كاس مع مرش، هكا الكاس مع مرش ديال سنيده، وغادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني. غادي نزيد هكا الساشي ديال الفاني، ومن بعد غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان 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 كيف ما كتشوفوا راه باين لا فيديو. وانا غادي نزيد واحد ربع ديال الزيت الروميه، ومن بعد غادي نزيد البيض، 3 الحبات ديال البيض، ولكن ما غادي نزيدهمش هكا بخطره، غادي نبقى ندير وحده بوحده تنساليهم. هنا غادي نبقى ندير البيض حبه بحبه، ما غاديش نديرهم هكا بخطره، غنبقى ندير وحده وغنخلط هكا بيدي مزيان مزيان، وعاد نزيد الثانيه ونخلط عاوتاني مزيان، ونزيد الثالثه وغنخلط هكا الخليط ديالي مزيان مزيان. وهنا غادي نحتاج تقريبا واحد كاس مع مرش ديال الطحين يكون الطحين ممتاز، وغادي نحتاج هنايا واحد الكاس حتى هو مع مرش ديال الكاكاو المور، الكاكاو اللي كيكون النوع المزيان. صافي هنا من بعد ما صفيت هذا الطحين، ما غربلت هذا الطحين والكاكاو، غادي نطرب هكا باليد بالضرب اليدوي مزيان مزيان. وغادي نحتاج تقريبا هنايا واحد نص باكيه ديال الشوكولا النوع المزيان، النوع اللي ما فيهش السكر، هكا يكون الشوكولا مر بدون السكر، باش كيطلع لينا البراونيز ديالنا كيطلع لينا زوين وناجح 100%. تبعوا غير هذه الطريقه راه غادي يطلع لكم واحد براونيز اللي واعر واعر بزاف بزاف، كيجي لذيذ والله. تجربوه ما تندموش نهائيا عليه، راه الصراحه كيجي غزال غزال بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليه ان شاء الله. نتمنى اللي تفرج في الفيديو يخلي لي لايك ويخلي لي تعليق فضلا وليس امرا، الله يجازيكم بخير. وهنا عندي المول ديالي اللي غادي ندير فيه هاد البراونيز اللي درت فيه داك الورق الطابخ. وهنا غادي نقادو هكا من الوجه ديالو، حيت هذا الخليط ما كيجيش هكا سائل باش يتقاد راسو، ضروري كيجي هكا، ضروري كتقديه هكا بشي حاجه. صافي هنا من بعد ما طيبته هكا كنجرب هكا واش طيب هكا من الداخل بواحد العويد. صافي وهنا غادي نوجد هكا داك الكراميل اللي غادي نديروه من الفوق. هنا عندي واحد الكاس ديال سنيده، وواحد الكاس ديال الكريمه السائله، وواحد دانيت، هادو باش غادي نقاد الكراميل ديالي. المهم راه كلشي باين، غتشوفوا كلشي ان شاء الله بعينيكم. هنا عندي واحد المعلقه ديال الزبده اللي غادي ندير ان شاء الله من بعد ما يذوب ليا ما تذوب ليا هاد السنيده. انا درتو في الكوكوت باش درت هكا في الكوكوت باش هكا تذوب ليا السنيده على خاطرها باش ما تحرقش نهائيا. هنا من بعد ما دابت ليا سنيده، وغادي ندير هكا ديك المعلقه ديال الزبده، وغادي نخلط هكا بالزربه مزيان. وغادي نضيف دابا الكريمه ديالي اللي غنبقى نخلط هكا بالزربه، غنبقى نضيف شويه بشويه تنخويها كامله. وهنا من بعد ما تقاد ليا الكراميل ديالي، نسيت راه درت واحد الكريم ديال الفلون، واحد الدانون ديال الفلون درتو. هنا غادي نديرو تقريبا واحد الكاس ديال الكاكاو، هذا الكاوكاو البنات، الكاوكاو اللي هرمشتو وحيدت ليه هكا القشره ديالو. وصافي كنحصلوا على هذا الشكل. ومن بعد غادي نديرو هكا من الفوق ديال البراونيز ديالنا، وغنقادو هكا من الواجه ديالو. وصافي صراحه هاد البراونيز كيجي خطير خطير بزاف بزاف. هنا غادي نزيد هكا واحد الباكيه ديال الشوكولا راه حلوب وبالحليب، غادي ندوبو، وغنزيد ليه واحد
نص كاس صغيور ديال الحليب، يكون دافي، يكون هكا سخون ما يكونش بارد. وغادي نخلط، وغادي نزيد هكا داك نص كاس ديال الكاوكاو هنايا باش هكا نزوق من الفوق ديال داك الكراميل والكاوكاو من الفوق هكا. من بعد حطيته في الثلاجه، من بعد ما برد ليا داك الكراميل غادي نزيد هنا عاوتاني الشوكولا من الفوق هكا باش نزوق الوجه ديالو. هاد البراونيز راه كيجي لذيذ بزاف بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه. الله يجازيكم بخير، ما تنساوليش من اللايكات ديالكم، واللي مازال ما مشترك يشترك عندي في القناه ديالي فضلا وليس امرا. الله يرحم لكم الوالدين. هنا من بعد ما برد ليا البراونيز ديالي حيدتو هكا من المول هكا كنحصل على هذا الشكل. الصراحه كيجيو واحد براونيز اللي واعر بزاف بزاف وما كيضيعش. كديريه هكا في شي بواطه وكديريه في الثلاجه الا كان سخون لها صافي كتاخدي كل مره كتاخدي الطريف كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا. الله يجازيكم بخير.